قبل المباراة كنا نتحدث، كنا نتساءل، كان البعض يسأل ليس هل يفوز برشلونة ولكن كم يفوز برشلونة. أعتقد أن الرباعية هذه نتيجة مقبولة جدا، خصوصا بعد الأداء الذي قدمه السد. أيمن، خلينا يعني احنا كنا صرحاء من البداية، خلينا نكون صريحين أكثر. لا يمكن أن تفوز على برشلونة. أنت ممكن تلعب مباراة كبيرة أمام برشلونة، نعم، لكن لا يمكن أن تفوز عليه. طيب يا أخي، سر ريال مدريد قبل كم من يوم، اسأل الفرق الليغا كلها واسأل فرق الشامبيونز ليج كلها. انت لا يمكن ان تفوز على برشلونة الا فيما ندر في كرة القدم تحدث، وان حدثت اكيد مفاجأة كبرى. 4-0 اعتقد انها نتيجة منطقية نظرا لما شاهدناه، لكن انا عجبني فريق نادي السد، الروح القتالية حاضرة، الرغبة في تحقيق نتيجة جيدة حاضرة، لكن الامكانيات اكيد انها ذهبت لمصلحة برشلونة أكثر من فريق نادي السد. شيء أو نقطة وحيدة لم تعجبني في أداء فريق نادي السد، تركيز لاعبي فريق نادي السد على اللاعبين الكبار. ركزوا على ميسي، نعم، ركزوا على دافيد فيا، نعم، ركزوا عند مشاركة سانشيز، نعم، على انيستا، نعم، لكن من الذي أحرز الأهداف؟ أحرزهم اللاعبين اللي عادة ما يحرزون الأهداف. لاعب وسط مدافع اللي هو أدريانو، وطبعا لاعب يميل أداء إلى الدفاع أكثر اللي هو سيدي كيتا. وهذه قوة برشلونة، وهذه نعم قوة برشلونة، الكل يسجل، نعم الكل يسجل، ولكن في مباراة واحدة 4 أهداف أيمن، أن تكون من هؤلاء اللاعبين بغياب. أنا أعتقد يعني تركيز مدافعي فريق السد أكثر وأكثر كان عالمي، وهو الوضع الطبيعي بالمناسبة. نعم. يعني رقابة هؤلاء أتاحت لهؤلاء الآخرين الأربعة أن يسجلوا الأهداف الأربعة بالفعل أيمن، وهذه قوة إضافية لبرشلونة. أتمنى من كل قلبي، وكان خاطري والله يا أيمن، كان خاطري يسجل جول واحد في برشلونة، خاطري يعني العرب، يعني الأهلي المصري ما سجل، كان ودي 3-1 4-1 سجل ولو جول واحد صحيح في برشلونة، لكن أتمنى إن شاء الله السنوات القادمة أن نشاهد على أقل تقدير جول واحد في مرمى برشلونة إن شاء الله. على كل حال كلنا نتمنى